السلام عليكم عاملين ايه؟ بتجربي الحمام والرز بتاعه في مطاعم كتير لكن ما بتعرفيش تعملي الرز في البيت، دايما بيطلع منك ناقصه حاجة. فاكرة الحمام اللي كانوا بيعملوه جدتك زمان ونفسك يطلع بنفس الطعم اللي كنتي بتدوقيه زمان؟ عايزة تعرفي ايه سر خلطة؟ تابعي الفيديو بتاعنا. بس قبل ما ندخل على الطريقة ما تنسيش الاشتراك ولايك وكومنت حلو زي. هنجيب حتة زبدة، ويا ريت بقى لو زبدة فلاحي أو سمن فلاحي عشان يديك الطعم الصح. نستنى لما تقدح كده كويس وتسخن كويس، ونبدأ بقى ننزل عليها بالكبد والقوانص بتاعتنا مقطعة. تمام، وتكون طبعا مغسولة كويس. واهم حاجة ان هي تتنقع في عجينة البرتقال اللي هينزل لكم طريقتها. تمام، يبقى لازم نعمل ايه؟ لازم نعمل متابعة للقناة عشان نعرف ايه هي عجينة البرتقال ديت اللي انت عمالة تقولي عليها كتير ولغاية دلوقتي ما نزلتيش الفيديو بتاعنا. هقول لكم. تمام، هنا بقى خلاص اهي نزلت اهي. هبدأ ان انا اشوحها تشويحة حلوة تخليها تنزل ميتها كلها. مش هتنشف معاكي ولا حاجة، ما تقلقيش. اعملي بس بالطريقة دي وانتي هتدعيلي. استنى بقى ما افضلش اقلب فيها كتير علشان الكبدة حساسة قوي بتاعة الفراخ، ممكن تتهري مني. انا هستنى عليها اول ما تبدأ تتشمع شوية اديها تقليبة، تتشمع شوية كمان اديها تقليبة كمان علشان ما تتهريش مني. بسم الله. بدأتوا تخزنوا حاجات لرمضان ولا لسه؟ الأسعار غالية أنا عارفة، بس إحنا لازم نعمل كده لأن أول ما هيقرب الموسم الأسعار هتبقى أضعاف. فإحنا نحاول من دلوقتي إن إحنا نخزن حاجة في حاجة، وخصوصا الخضار دلوقتي أسعاره مش وحشة خالص. أنا لسه نازلة السوق وجايبة البسلة كانت ب15، هي اللي غالية. بس ما شاء الله نزلت ميتها بقى. أسيبها لغاية لما تشرب ميتها كده شوية وتستوي منها فيها، ما غطّاهاش. تمام، انزل بقى عليها في البصلة بتاعتي عشان تاخد طعمها، واسيبهم الاتنين بقى يتشمعوا مع بعض ويتحمروا مع بعض. الفاصوليا الخضرا لقيتها ب10، الملوخية لقيتها ب10. ايه تاني؟ الخيار كان الكيلو ونص ب10، الطماطم كانت ب5. يعني الأسعار مش وحشة. لو جبنا لنا دلوقتي أنا هنا حطيت ملح وفلفل، هنزل عليها بملح وفلفل. لو جبنا دلوقتي مثلا 4 كيلو طماطم، المستوية كمان بتتباع ب3 ونص. لو جبنا 4 كيلو طماطم دلوقتي كده وقطعناهم وخزناهم تبقى على عصير، أو عملناهم على طول عصير، ضربناهم وسبكناهم وشلناهم كده في التلاجة، هتبقى كويسة جدا تنفعنا في الموسم بتاع رمضان. هنعمل الفيديو بتاع التفريزات من A to Z، فاحنا نتابعنا بقى، نتابعوا مطبخ سمر عشان تعرفوا ايه الحاجات الموفرة وايه الحاجات اللي هنستغنى عنها وايه بدايلها، وهنعمل ايه في رمضان وهنعمل ايه في تفريزات رمضان. هنا بقى اتشوحت معايا التشويحة الحلوة اللي اتحمرت. بصوا القوانص بتضرب سمنة كده، معرفش ليه. القوانص لما بتستوي بتبدأ ان هي تفرقع كده مع نفسها. فاحنا نقلبها كده. بصوا نبقى واثقين ان هي اتحمرت معايا تحميرة حلوة علشان ما تديش اي زفارة في طعم الرز. انا مش هحشيه حمام. تمام، او مش عاملاه عشان احشي بيه حمام، انا عاملاه عشان اوريكي بس الرز بيتعمل ازاي. ممكن يتاكل كده لوحده جنب شوية ملوخية يبقى تحفة. انا بنزل الرز كده على طول لان الرز ده مغسول قبل كده، يعني الرز مكتوب على الكيس ان هو مغسول مش محتاج يتغسل. لما بيتغسل بيعجن لما هو اصلا واخد نسبة مية كفاية. تمام، فأي رز تلاقيه مكتوب عليه إن هو مغسول ما تغسلوش تاني عشان هيعجن منك، هيفرول منك، هيتكسر وهو بيتعمل، لأن هو خلاص واخد نسبته من المية يعني. بسم الله. انزل بقى بشوية حبهان كده بيدي تيست رهيب، حبهان مطحون. لو عندك كده حبهان اطحني حبة كده ونزلي بنص معلقة زي الفل. ما عندكيش عادي جدا تقدري تستغني عنه، الحاجات دي مش أساسية يعني. هو الأساسي في الخلطة دي بتاعتنا هو الملح والفلفل. تمام، أنا هبدأ بقى أحمر الرز شوية كده مع الكبد والقوانص، يشرب طعمها، ياخد الطعم بتاعها وياخد طعم الزبدة برضو، وأضيف عليه شوية ملح صغيرين لأن حسيت إن هو مش مالح قوي أو الملح بتاعه مش مظبوط.
أنزل عليه بقى بإيه، بالمَيّة. أنا بصراحة ما باحبش أسقيه بشوربة الرز ده، لإن هو خلاص واخد دسمته وواخد طعمه من السمنة البلدي ومن طعم الكبد والقوانص، فلو حطيته كمان شوربة أو سقيته بشوربة هيبقى دسم أوي زيادة عن اللزوم. إحنا لمّا بنحطه في الحمام هو بينزّل دسمته في الشوربة أصلًا. وخلاص يبقى إيه، ما بيبقاش هو نَفْسه دسم، لكن أنا آجي أسقيه هو بشوربة هيبقى دسم أوي، وطبعًا أنتم ليكم حرية الاختيار، حابين تسقوه بشوربة تمام، في ناس بتحب الحاجة الدسمة وفي ناس بتحب الحاجة ما تبقاش دسمة أوي تبقى خفيفة، تمام، أنا سقيته بالمَيّة أهي، وهابدأ أول ما يغلي أحطه على نار هادية خالص وإيه، وأسيبه مع نَفْسه. تمام، نشوف بقى شكله النهائي هيبقى عامل إزاي، بُصّوا الرُزاية مفلفلة إزاي والكبدة تحفة باينة فيها، ودي بقى طبق الملوخية، اتفرّجوا على فيديو الملوخية واعرفوا إزاي تعملوا الملوخية من غير تخريط، ونورتوني في قناتي مطبخ سمر.